ما هي حروب البترودولار؟ وهل قررت أمريكا الاستغناء عن بترول الشرق الأوسط؟ وما هو سر الإطاحة بالقذافي؟ وكيف سيتغير الاقتصاد العالمي؟ أول دولة اكتشفت فيها عندك البترول كانت دولة العراق. أول دولة اكتشفوا فيها البترول تقريبا ليبيا. أول دولة اكتشفوا فيها البترول في الشرق تقريبا السعودية. يمكن هي العراق. أعتقد إيران. السعودية. أول مكان ظهر في البترول السعودية. أول دولة اكتشفوا فيها البترول العراق. سببها مخطط دولي لتفتيت المنطقة بحيث يقسموها لدويلات، وده كله عشان خاطر عيون إسرائيل، ونجحوا. الفوضى اللي في الشرق الأوسط يمكن سببها السياسة، البترول. الفوضى اللي في الشرق الأوسط دي تقريبا يعني 75% إن هي مؤامرة. هو العلاقة بين ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر البنزين. النظام البترودولار بتهيألي يعني اللي سمعته عنه وانا او اللي انا فاهم، يعني مش عارف اذا كان صح ولا غلط، ان هو عايزين يخلوا العلاقه بين البترول والدولار علاقه طارده، يعني البترول ينزل والدولار يطلع، اقتصادهم لسه قوي وبتاع، مع انهم هم بيهدوا في اقتصادات دول تانية. لا طبعا لازم كله هيبقى تبع المنظمه بتاع الدول العربيه اللي هي بتاع الاوبك. واكيد البترول هيخلص لان مش هيفضل الموارد المستمره على طول يعني خلاص بيتهيألي كلها 10 سنين مش هيبقى فيه بترول، يعني احنا داخلين ان احنا على حاله تخلف بيتهيألي، يعني كده ان احنا خلاص شكرا قربنا نرجع تاني للحياه البدائيه. أكيد حيخلص من العالم لأنه في دراسات كثيرة معمولة على هذا الشيء، بيعرفوا إنه راح يخلص، بس ما نعرف إمتى راح يخلص، حسب إذا يلاقوا مكان جديد يطلعوا منه بترول ولا لا. لا هو البترول إن شاء الله مش هيخلص، يعني حتى لو خلص احنا عندنا قناة السويس الجديدة إن شاء الله تظبط معانا مع مصر يعني، وسيادة الفريق المشير إن شاء الله هيظبط الحاجات دي كلها، يعني الاقتصاد هيبقى قوي. يعني عندنا المؤتمر الاقتصادي خدنا منه فلوس كتير برضه، حتى لو البترول خلص الفلوس اللي جت من بره هتغطي ان شاء الله اقتصاد البلد باذن الله. العالم راح يكون معتمد على البترول في مستقبل قريب أهمل، لأنه لحد هلا ما في عنا طاقة من مكان ثاني نجيبها، في طاقة الشمسية وطاقة الكهربائية، بس ما نقدر نعتمد عليهم بنفس الشكل، فأكيد 40-50 سنة أقل شيء. لا مش عارفة، بس هم المفروض يعني يشوفوا طاقة تانية غيرها عشان لما دي تخلص ما يحصلش أزمة للمجتمع. أسعار البترول تواصل الهبوط، لا أحد يعلم مستقبل أسعار البترول. مؤسسة جولدمان ساكس: البترول سيهبط إلى $20 للبرميل. خبراء: أسعار البترول لن تتعافى قبل نهاية 2016. اهلا بيكم في حلقه جديده من تاك توك. اللي بيبص دلوقتي على خريطه الشرق الاوسط هيلاقي فوضى في كل مكان، من اول الدول اللي انهارت، ده غير انتشار الارهاب في كل حته، واللي خلى بقيه الدول العربيه في المنطقه مهدده بشكل كبير. اكيد في ناس مستغربه ليه المنطقه غرقت في الفوضى بالشكل ده، وليه انهارت ليبيا، وليه سوريا اتدمرت بالشكل ده، وليه اليمن وغيرهم. للاسف لو حاولت تجاوب على الاسئله دي بشكل تقليدي او عن طريق المعلومات اللي بتدرسها مش هتفهم اي حاجه، وحاول نفهم الموضوع اللي حصل بشكل مختلف. هتقول لي حلو الكلام ده، واكيد كلنا عايزين نفهم ايه اللي حصل واللي بيحصل لحد دلوقتي، بس ايه علاقه ده بالتكنولوجيا؟ سؤال مهم، والاجابه عليه هتعرفها في اخر الحلقه. محدش يقدر ينكر ان البترول هو اللي غير شكل العالم في القرن العشرين، بس دلوقتي في القرن ال21 في حاجات تانية بدأت تظهر في الاقتصاد العالمي واللي اكيد هيكون لها تأثير على شكل العالم، وهي التكنولوجيا. مستغرب صح؟ لا ما تستغربش، لو رجعنا للتاريخ وعرفنا قد ايه البترول غير العالم هتفهم حاجات كتير جدا. وقبل ما تقول لي هو كل حاجه هنرجع للتاريخ، اقول لك لازم نرجع للتاريخ، علشان اللي ما بيفهمش الماضي مش هيفهم الحاضر، وبالتالي مش هيعرف المستقبل شكله عامل ازاي. اقول لك كلمه قالها الفيلسوف الالماني فريدريك هيجل وخليك فاكرها كويس. هيجل قال: لقد تعلمنا من التاريخ اننا لم نتعلم اي شيء من التاريخ. يا ترى بقى دول المنطقه ما اتعلمتش من التاريخ؟ خلونا نغوص في اعماق التاريخ وخلي الحكم لاخر الحلقه. اول امتياز للتنقيب عن البترول في الشرق الاوسط كان في بلاد فارس اللي هي ايران حاليا، وفي سنه 1901 الحكومه البريطانيه ساعدت ويليام دارسي علشان يستمر في التنقيب عن البترول في بلاد فارس، وكان معاه امتياز 60 سنه من ملك فارس مظفر الدين شاه للتنقيب عن البترول والمعادن. الامتياز يعتبر هو الخيط اللي بدأ موضوع التنقيب في البترول في الشرق الاوسط اوائل القرن العشرين، وهو اللي كان السبب في تأسيس شركة البترول الأنجلو فارسية، واللي كانت حجر الأساس لشركة بريتش بتروليوم الشهيرة دلوقتي. بريطانيا وقتها كانت مسيطرة على المنطقة دي، وكانت عايزة توسع قاعدة التنقيب عن البترول في منطقة ما بين النهرين اللي هي العراق حاليا. وقتها المنطقة دي كانت واقعة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية، لكن بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني عن طريق ثورة تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب سنة 1908
بريطانيا بعلاقتها مع قيادات ثورة الأتراك الشباب قدرت تغير السياسة في الشرق الأوسط، وقدرت كمان تبعد أنظار ألمانيا عن المنطقة الغنية بالبترول. الموضوع استمر لحد بداية الحرب العالمية الأولى. رجعت الدولة العثمانية للتحالف مع الألمان وقطعت علاقتها مع بريطانيا، وفي كتير من المحللين والمؤرخين بيقولوا إن سبب من أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى كان السيطرة على استكشاف البترول. فترة الحرب العالمية الأولى وقفت اكتشافات البترول في منطقة فارس، وكان الشرق الأوسط وقتها مسرح لعمليات الحرب اللي انتهت بانهيار الإمبراطورية العثمانية وهزيمة ألمانيا. في الوقت ده سيطرت بريطانيا العظمى على بلاد ما بين النهرين وغيرها من المناطق، وظهرت اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 اللي قسمت الشرق الأوسط بين بريطانيا وفرنسا. وقتها ما كانش فيه بلاد أو دول بمعنى الكلمة غير مصر، والباقي كانت كلها مناطق تابعة للإمبراطورية العثمانية. للأسف دي ما كانتش الاتفاقية الوحيدة اللي أثرت على الشرق الأوسط، بداية من الثورة العربية بقيادة ضابط المخابرات البريطاني تي لورنس من 1916 ل 1918، إضافة لوعد بلفورد في 1917 واتفاقية سيفر سنة 1920. كل الاتفاقيات دي كانت المسامير الأخيرة في نعش الإمبراطورية العثمانية، واللي أدت لتفككها وظهور حدود جديدة في الشرق الأوسط. التقسيمة دي بقى هي اللي خلقت مشاكل الأقليات والصراعات الدينية اللي الشرق الأوسط لسه غرقان فيها لحد دلوقتي، ده غير طبعا التأسيس لدولة الكيان الصهيوني. بريطانيا طبعا استفادت من التقسيمة دي في إنها تحط إيدها على المناطق الغنية بالبترول في بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين. وقتها الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا نصيب من الكعكة، بما إن الحرب العالمية الأولى انتهت وأمريكا كانت طرف معاهم. سنة 1922 الولايات المتحدة حصلت على نصيب 23.75% في شركة النفط العراقية اللي كانت تابعة لبريطانيا تحت اسم شركة أكسون. أمريكا كان عندها أطماع أكبر من كده في البترول، وقررت تاخد حصة أكبر، ونشأ نزاع بين الشركاء انتهى باتفاقية معروفة باسم اتفاقية الخط الأحمر سنة 1928 أو ريد لاين أجريمنت. من المفارقات العجيبة بقى في الاتفاقية دي رجل الأعمال كالوست كولبينكيان اللي اتعرف بعد كده بمستر 5% علشان قدر ياخد 5% من عائدات النفط في الشرق الأوسط لوحده نتيجة لمساهمته في اتفاقية ريد لاين أجريمنت، واللي سهلت الغرب السيطرة على حقول البترول في فارس والعراق. الاتفاقية دي خلقت فراغ كبير على الخريطة في الشرق الأوسط وتحديدا في منطقة شبه الجزيرة العربية، ودي كانت فرصة للولايات المتحدة انها تبعت شركات البترول بتاعتها للمنطقة دي وتحاول تخلي المنطقة دي بره اتفاقية الريد لاين اجريمنت مع بريطانيا. اما بقى في الحرب العالمية الثانية كان البترول مهم جدا للحلفاء، ومن غيره ما كانش ممكن يكسبوا الحرب، وكانوا بيستخدموه في صناعة القنابل وبيتم تكريره للدبابات والعربيات والطيارات الحربية. اللي ممكن ما تكونش تعرفوا ان البترول اللي حرك الحرب العالمية الثانية كان كله من الولايات المتحدة الامريكية، وقتها كانت امريكا اكبر مصدر للبترول في العالم. وفي سنة 1943 الجيولوجي إيفرت لي ديجولار بعت للحكومة الأمريكية إنه متأكد إن في منطقة شبه الجزيرة العربية فيها أكبر احتياطي بترول في العالم، وقال بالنص البترول في هذه المنطقة هو الجائزة الأكبر على مر التاريخ. وقتها الولايات المتحدة قررت تخلي الاكتشاف ده سري، وقللت بشكل كبير جدا استخراج البترول من شبه الجزيرة العربية اللي كان بعيد عن عينين بريطانيا بسبب انشغالها في الحرب العالمية الثانية. في نهاية الحرب العالمية الثانية كان واضح ان بريطانيا خسرت فيها وكانت منهكة اقتصاديا. ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية بديلة، بالذات كقوة اقتصادية ما تأثرتش كتير بالحرب العالمية الثانية زي بقية الدول. وفي سنة 1944 تم اعتماد الدولار كعملة الاحتياطي العالمي لإعادة هيكلة الاقتصاد المنهار بعد الحرب في مؤتمر اتعرف باسم بريتون وودز، وكان الاتفاق ان الدولار مقابل الذهب كعملة عالمية. بالمناسبة الاتفاقية دي هي اللي خرج منها صندوق النقد الدولي، وقتها الولايات المتحدة وعدت انها مش هتطبع دولارات اكتر بكتير من العملة اللي هتكون موجودة ومحكومة باحتياطي الذهب، وبناء عليه كل الدول ربطت عملتها بالدولار. لكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. استنونا بعد الفاصل وتفاصيل جديدة ما تعرضتش قبل كده. اهلا بكم. قبل الفاصل قلنا ان الدولار سنة 1944 بقى هو عملة الاحتياط العالمي، والنظام ده فضل شغال كويس لفترة من الزمن بسبب القوة الاقتصادية للولايات المتحدة. لكن في نفس الوقت كان البترول هو شغلهم الشاغل هم وبريطانيا اللي كانت لسه مسيطرة على جزء كبير من شركة النفط الأنجلو إيرانية. سنة 1951 أعلن رئيس الوزراء الإيراني دكتور محمد مصدق تأميم شركة النفط الأنجلو إيرانية اللي كانت تابعة لبريطانيا، وألغى الامتياز الخاص بالشركة اللي كان المفروض ينتهي سنة 1993. الولايات المتحدة وبريطانيا شافوا ده خطر كبير بيهدد مصالحهم، بالذات موضوع البترول، في الخطوة اللي عملها مصدق وقرروا يتخلصوا منه.
طبعا دي حكايه طول شرحها، بس باختصار CIA والام اي 6 دبروا انقلاب عسكري على مصدق وتم الاطاحه به سنه 1953 في عمليه سريه. الوثائق بتاعتها انتشرت دلوقتي واتعرفت باسم العمليه ايجاكس. بالمناسبه محمد مصدق من العلامات في تاريخ ايران، وهو اللي متسمي على اسمه شارع مصدق اللي في الدقي، والرئيس جمال عبد الناصر هو اللي غير اسم الشارع ده من شارع الشاه محمد رضا بهلوي اللي ساهم في الاطاحه بمصدق لشارع مصدق تكريما لذكراه. الاطاحه بمصدق كانت اكبر عمليه تآمر في القرن العشرين، وتم استبدال مصدق بالشاه محمد رضا بهلوي اللي رجع عقد الامتياز تاني بتاع البترول، وكل ده بسبب البترول. نرجع تاني لموضوع العملة الأمريكية والاحتياطي العالمي وعلاقة ده بالبترول واللي ناس كتير ما تعرفوش للأسف. في الستينات تقريبا بدأت الضغوط تزيد على الولايات المتحدة بسبب ربط الدولار بالذهب، لكن المشكلة ان اتفاقية بريتون وودز ما كانش فيها أي قيود على الولايات المتحدة في توفير الدولار كاحتياطي عالمي، وده خلى الولايات المتحدة تطبع دولارات لحد ما بقى احتياطي الذهب مش مغطي الدولارات اللي بتطبع، وده بدأ يعمل مشاكل كبيرة على مستوى العالم. لكن في عز حرب فيتنام الموضوع بدأ يزيد عن حده، والولايات المتحدة طبعت دولارات بشكل جنوني بسبب تكاليف الحرب، وده خلى رئيس فرنسا وقتها تشارل دي جول يشك في ان الولايات المتحدة مش هتعرف توفر التزامات الاتفاقية بربط الدولار باحتياط الذهب، وطلبت فرنسا توفير ذهب مقابل الدولارات اللي عندها، وبدأت تحصل مشكلة في الولايات المتحدة. في أغسطس 1971 قرر الرئيس نيكسون انه يلغي ربط الدولار بالذهب، وقال لك احنا في حالة حرب ومش عايزين حد يتحكم في قراراتنا، زي ما هتسمع منه شخصيا. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. طبعا الحركة دي عملت أزمة حوالين العالم، والناس بدأت تقول الدولار ما عادش ليه لازمة، لكن الولايات المتحدة قررت وقتها تعمل نظام جديد تربط بيه الدولار علشان ما ينهارش الاقتصاد ويفضل العالم يلهث ورا الدولار الأمريكي. تخيل كده بقى عملوا إيه؟ احنا قلنا ان الامريكان كانوا مسيطرين على حقول البترول في شبه الجزيرة العربية اللي فيها أكبر احتياطي بترول في العالم. في سنة 1973 عقدت الولايات المتحدة اتفاقية مع المملكة العربية السعودية علشان يخلوا البترول يتباع بالدولار، يعني البترول مقابل الدولار، أي حد عايز يشتري بترول يدفع بالدولار. سنة 1975 وافقت الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمصدرين للبترول إنهم يقبلوا الدولار كعملة عالمية لبيع البترول، وبكده نشأ نظام البترو دولار أو البترول مقابل الدولار، وفضلت كل الدول اللي محتاجة للبترول محتاجة للدولار الأمريكي، وكانت مضطرة توفر دولارات وتعمل احتياطي بالدولار، إما بالتصدير للولايات المتحدة أو بالشراء المباشر، وفي كل الأحوال أنت بتقدم سلعة وتاخد ورق بتطبعه للولايات المتحدة. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة بقت غنية جدا بعد ما كانت مش قادرة توفر احتياطي الذهب للدولار. بسبب البترو دولار بقت الولايات المتحدة عندها استعداد تعمل أي حاجة مقابل تأمين ارتباط الدولار بالبترول. الأمريكان اللي أزاحوا مصدق وعينوا الشاه محمد رضا بهلوي مكانه، يقال إن في أدلة كتير على دعم الولايات المتحدة والCIA تحديدا والام اي 6 للثورة الإسلامية والإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي اللي كان الراجل بتاعهم أساسا، وكل ده بسبب البترول، لدرجة إن أمريكا رفضت تدي الشاه لجوء سياسي، وده بيأكد إن أمريكا كانت طرف في الإطاحة بيه. تعال كمان لحرب الخليج الأولى لما صدام حسين قرر يدخل الكويت سنة 1990، اللي ناس كتير ما تعرفوش إن أمريكا دعمت صدام حسين في الحرب بينه وبين إيران، ودعمت برضو إيران كمان بالمناسبة عن طريق إسرائيل في فضيحة اتعرفت بإيران كونترا. بس اللي يهمنا هنا مصيادة العراق. العراق خرج من الحرب مديون بشكل كبير جدا، وبدأ اللي سلفوه يطالبوه بالفلوس، وكان أولهم الكويت. ساعتها قرر صدام حسين يدخل الكويت عشان يحل مشاكل ديونه اللي وصلت ل 60 بليون دولار عن طريق استحواذه على بترول الكويت. المصيادة فين بقى؟ في وثائق مسربة للسفيرة الأمريكية في العراق أبريل جلاسبي قالت لصدام إن الرئيس بوش بيعتبره صديق، وإنه عارف إنه عايز فلوس علشان يبني بلده بعد الحرب، وإحنا ملناش دعوة بمشاكلك بقى مع جيرانك العرب اللي سلفوك فلوس ولا بمشاكلك مع الكويت. صدام اعتبر الكلام ده موافقة مدارية من
مرة تانية سيناريو الإطاحة بصدام حسين اتكرر وتمت الإطاحة بالقذافي، بس المرة دي تحت ما يسمى الربيع العربي. اللي بيحصل في سوريا بقى نفس القصة، صراع على الموارد وهيمنة للدولار، والمرة دي على الغاز. في 2011 يعني في أيام الربيع العربي اتعملت اتفاقية بين العراق وإيران وسوريا على خط غاز بتكلفة 10 بليون دولار، واللي روسيا دعمته هي كمان. طبعا أمريكا بتدعم خط غاز تاني من قطر لتركيا، وخطوط الغاز مش بس لنقل الغاز، دي سلاح سياسي، وده سبب المشكلة اللي في سوريا حاليا، وليه عايزين يخلصوا من سوريا زي ما خلصوا من ليبيا والعراق، والبقية تأتي. اللي فاهم ان الفوضى اللي في الشرق الاوسط دي ليها معنى تاني غير حروب البترو-دولار يبقى للاسف مش فاهم اصل المشكله. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ايه اللي هيحصل لما ينهار نظام البترو-دولار بعد ما الغرب يشطب على كل مواردنا؟ هتقولي لا طبعا ده مش هيحصل. ساعتها هقول لك ارجع تاني للي حصل في التاريخ، وعايز اقول لك ان اغلب خبراء الاقتصاد متوقعين انهيار نظام البترو-دولار، وده سبب من اسباب الفوضى اللي شغاله دلوقتي في الشرق الاوسط. شوف داعش هي كمان بتبيع البترول بكام، وشوف سعر برميل البترول انهار قد ايه وانت تعرف. سؤال تاني مهم، يا ترى امريكا هتفضل معتمدة على بترول الشرق الاوسط لمدة قد ايه؟ انا مش هتكلم كتير تاني، بس هختم بمقتطفات من كلام اوباما عن امن الطاقة للولايات المتحدة في جامعة جورج واشنطن في مارس 2011 وقت هراء الربيع العربي، واللي واضح اننا ما كناش مركزين معاه وقتها. Obviously, the situation in the Middle East implicates our energy security. The situation in Japan leads us to ask questions about our energy sources. When I was elected to this office, America imported 11 million barrels of oil a day. By a little more than a decade from now, we will have cut that by 1/3. That is something that we can achieve. We can cut our oil dependence. We can cut our oil dependence by a third. كل الإحصائيات وأولهم وكالة الطاقة الدولية بتقول إن الولايات المتحدة هتبقى من أكبر مصدري البترول بحلول 2030. ده غير الإحصائيات اللي بتقول إن استيراد أمريكا لبترول الشرق الأوسط قل من 45 مليون برميل شهريا في 2005 ل 25 مليون برميل شهريا في يناير 2015. يا ترى دول الشرق الأوسط عاملة حسابها لانهيار نظام البترو-دولار؟ واضح زي ما قال السيد أوباما، التكنولوجيا والعلم هم البديل، وأخشى ما أخشى أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك.